قبل أبدأ في تفصيل كلام القايله، دعوني أحيي سودانا عريقة قبايله. المالك فؤادي في الدواخل شايله وطني الواسع الما قدرت أحصي جمايله، واسمحوا لي سوق لكل قبيلة تحية. خلوني نقول لكم حبابكم 100 فرسان حارة في النايبات تقيفوا سوية، في الوجدان مكانكم خلوا بس بالنية. شموخكم تستمد منه الغوافي معاني، وغيركم أصله ما بكون في الحماسة أغاني. إتو قبايلي، إتو بواتي، إتو إخواني، لو ما منكم ما بكون فصيح لسان السادة متابعي برنامج رسائل في معركة الكرامة. وعلى قناة إشراقات ميديا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم هذه الرسالة. وهذه الرسالة بعنوان بعد سقوط الفاشر وقبل الهجوم على مدينة الأبيض. تابعنا وتابعت ما تم في فاشر السلطان من هذه الميليشيا. تقييمنا وتقديراتنا إنه الفاشر ما سقط في الناس الصراع، عندهم حاجة اسمها وقعة مسريرية. وقعة مسريرية دي بيقعوا الخصمين، ولكن الفاشر وقع بهذه الميليشيا والفاشر سينهض يقوم. تظل الميليشيا واقعة في وحل الفاشر بإذن الله تعالى. الآن الحاجة اللي بنأكد لكم إنه الميليشيا دي ما بتقدر ترفع أصبع في الفاشر، وإلا قطعته مسيرات القوات المسلحة وسلاح القوات المسلحة الجوي والمسير. سر من الطائرات ميليشيا الآن تتباكى وتتكلم عن إنه الطائرات ما سودانية. دعنا نقول لهم سودانية تضربكم، وغير سودانية باتفاق دفاع مشترك في قوات مسلحة. دي دولة لها الحق إنها تعمل اتفاقيات مشتركة في الدفاع. وأنا داير أكد لكم الطيران الآن اللي بيتمكم من شتى أنحاء العالم، وإنتوا أصبحتوا إرهابيين، ومن حق أي زول يدقكم. أصبحتم منظمة إرهابية بشهادة كل الدول. واحد، ما في زول تاني بقعد معاكم، ولا نحن في السودان بنقبل إنه الدولة تقعد معاكم على الإطلاق بتأسيسكم وبكل تفاصيلكم. الحاجة فقط اللي نحن دايرين نقول لأهلنا في مدينة الأبيض إنه الناس ديل التهديدات اللي بيعملوا فيها ده كلام فارغ. ساعات أو أيام قليلة جدا ما بيبقى عندهم حس في بارة، ما بيبقى عندهم وجود في بارة، ولا بيبقى عندهم وجود في الخوي، ولا بيبقى عندهم وجود في أبو زبط، ولا بيبقى عندهم وجود في دار منعم المنصور. والكلام المات تهديد يا ميليشيا أنا بقوله لكم. وسمعتكم اتهددتوا واتكلمتوا عن بابنوسة، فرقة بابنوسة سلام جنود وقيادة. يا في الرقزة عباركم مليتوا زيادة، في الحرب الثبات وارسين هيلكم عادة. إتو الذكرى ما بتحتاجوا لها شهادة. ناس بابنوسة نحن مطمئنين عليهم تماما. وزيك انت يا ود ملاح وزي قجة اللهبل ما بيهدد حسن درموت ولا بيهدد الفرقة 22 بابنوسة. نحن واثقين تماما. لكن اللي نحن دايرين نقوله لكم واللي هو ما تهديد، والله يا ميليشيا اللي تشوفوه في اليومين الفاتن ديل ما حصل شفتوه في الإذاعة، ولا شفتوه في مصفاة الجيلي، ولا شفتوه في جبل موية، ولا شفتوه في فاشر السلطان، ولا شفتوه قدام المدرعات، ولا شفتوه على أسوار القيادة العامة. والله الحشوفوا بإذن الله اليومين دي في كردفان ما شفتوه، ولا لاقاكم في كل محل، والجايكم في دارفور ما شفتوه في كل محل. وما أي حاجة نحن شفناها بعيننا بنتكلم عنها، وما أي حاجة نحن عارفينها جيش جايبها بنحكي لكم عنها. لكن فقط بنقول لكم والله راجيكم ليالي سودا، وراجيكم نهار سخن، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ستزلزل كردفان تحت أقدامكم. حاجة نحن دارين نقول لأهلنا في الأبيض، الناس دي الكذابين وما بيقدروا يهاجموا الأبيض وما بيقدروا بيجيهم. فقط الحاجة نحن بنقول الناس في الأبيض تستعد ليس للدفاع عن مدينة الأبيض، وإنما للتقدم نحو دارفور ونحو تحرير غرب كردفان وتحرير بارة وجبرة الشيخ. للتقدم الناس دي الأبيض ما بيقدروا يجوا له. وأنا أكد لكم وأطمنكم أهلنا في مدينة الأبيض، الجاي داخل به الجيش الميليشيا وداعميها من الدويلة وداعمينها من دول الجوار السيء ما بيقدروا يحملوها. والغضبة السودانية الجاية والقوات المنحدرة نحن ما دارين. انتوا براكم شايفين ناس الأبيض، الجيش السوداني الآن كله موجود في الأبيض، الشعب السوداني كله متجه إلى الأبيض. فقط ان احنا دايرينه انه يا جماعة نحن
تعد للتقدم لتحرير هذه المناطق وليس للدفاع عن مدينة الأبيض. الأبيض ما بيقدروا يجوا كذابين. وعلى مسؤوليتي شكرا جزيلا لكل الذين يتابعون برنامج رسائل في معركة الكرامة. كان حيين بنتلاقى في رسالة جديدة. قنبوا في العافية ودعتكم الله، مع السلامة.